البسيسة أو كيكة الذرة. اللي ما جربش الكيكة دي أنا بقول له إن فايتك كتير، فايتك كتير قوي، وهتفهمي الكلمة دي لما تجرب الكيكة. لو بتفشل منك كل الكيكات اعمل الكيكة دي وهتنجح معاك. أنا هنا هستخدم 3 بيضات وفانيليا وشوية سكر، وهنضربهم ضرب مبرح لحد ما يبقى لونهم بالمنظر ده. هنزود لبن زبادي وزيت، وكل المكونات أنا هسيبها لكم تحت الفيديو. في الكيكة دي بنستخدم خليط بين دقيق الذرة ودقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. الكمية الأكبر بتكون من دقيق الذرة عشان هو اللي هيدينا طعم البسيسة المختلف تماما عن الكيكة، وبعد ما بنضربهم بيكون القوام أتقل شوية كده من الكيكة العادية. أنا بموت في الزبيب في الكيكة دي بالذات، اللي مش بيحب الزبيب ممكن ما يستخدموش، يستغنى عنه، بس هتفوتك كتير برضو. هندهن الصينية بتاعتنا بالزيت، ومش محتاجين نحط دقيق ولا حاجة، الكيكة دي ما بتلزقش، هو كده. هنحط بقى رشة من السمسم، وده سر كده وتركية بتخلي الكيكة دي في حتة تانية خالص. هندخلها على درجة حرارة 180 من 35 ل 40 دقيقة، وممكن نولع الشواية لو الفرن مفيهوش مروحة عشان ناخد الوش الأحمر المقرمش اللي من فوق ده. طبعا سيبوها تبرد، انا ما بسيبهاش تبرد، او اللي عندي في البيت مش بيسيبوها تبرد، هو بيبقوا واقفين على باب الفرن بكوبايه الشاي بحليب، يعني مش عارف. فعايزه اقول لكم هتبقوا زينا، صدقوني جربوها. بس هستناكم تبعتولي في الكومنتات او في المسجات ارائكم. بالهنا والشفا.